الملكية. يعني ايه ياء الملكية؟ يعني حاجة بعبر بيها ان الشيء ده بتاعي، ملكي، يخصني. زي ايه؟ كلمة ابي يعني ابويا انا، مش اب حد تاني. كلمة قلمي يعني حاجة ملكي بتاعتي، امي، مكاني. طيب اتاكد ازاي انها ياء ملكية؟ ياء الملكية لازم تكون في اخر الكلمة، ولو شلتها من الكلمة تبقى سليمة. زي كلمة عيني يعني عيني انا، مش عين اي حد تاني. العين دي تخصني. لو شلت حرف الياء اللي هو ياء الملكية من كلمة عيني هتبقى عين، الكلمة سليمة. إذن هي دي ياء الملكية. أعرف منين بقى ياء الملكية؟ أول حاجة عن ياء الملكية إنها بتكون في الأسماء ولا تأتي في الأفعال. يعني مش ممكن أبدا يكون عندي فعل ويكون فيه ياء ملكية. ياء الملكية بتكون في الأسماء وما بتجيش ابدا في الافعال. ولو عندي او لما الاقي كلمه فيها ياء في الاخر وعايزه اعرف او افرق الياء دي ملكيه ولا لا، اول حاجه هنبص عليها الكلمه اللي معانا اسم ولا فعل. لو الكلمه اسم يبقى طبعا الياء ملكيه، لكن لو الكلمه فعل تبقى طبعا الياء مش للملكيه. طيب زي ايه؟ زي كلمه تكتبي، هنا الياء للملكية ولا مش للملكية؟ تكتبي هنا تكتب عندنا ده فعل، يبقى الياء مش للملكية لأن ياء الملكية بتكون في الأسماء. طيب كلمة كتابي، يلا نشوف كلمة كتاب ده اسم ولا فعل؟ كتاب اسم، يبقى لما أقول كتابي يبقى هنا ده كتابي أنا يخصني، يبقى الياء دي للملكية. تاني حاجة هنفرق بيها ياء الملكية عن أي ياء تانية، الحرف اللي قبل ياء الملكية دايما بيكون مكسور. زي ايه؟ قلمي، شايفين الميم مكسورة. كتابي الباء مكسورة. سيارتي التاء مكسورة. يبقى دايما الحرف اللي قبل الياء للملكية دايما بيكون مكسور. وعشان اتأكد هي ياء ملكية ولا لا بحذف الياء. لو الكلمة مظبوطة وسليمة تمام خلاص يبقى دي ياء ملكية. لو اختلت الكلمة تبقى مش ياء ملكية. زي ايه؟ كلمة علمي، يلا نشيل ياء الملكية هتبقى علم، كلمة مظبوطة، إذن دي ياء ملكية. قلمي، يلا نشيل الياء قلم، يبقى هنا ياء ملكية. طيب لو أنا عندي كلمة بتبدأ بآل التعريف، ازاي بعد كده بقى نضيف للكلمة ياء الملكية لو الاسم بيبدأ بآل التعريف؟ أول حاجة هنعملها هنحذف الألف واللام ونضيف الياء. زي ايه؟ زي المنزل، ما ينفعش اقول المنزلي، لا احذف الالف واللام وبقول منزلي. كلمة البيت ما ينفعش اقول البيتي، لا بحذف الالف واللام وبقول بيتي. اخر فيديو في ياء الملكية لو الكلمة بتنتهي بتاء مربوطة هنعمل ايه؟ هنحولها لتاء مفتوحة ونضيف الياء. زي ايه؟ زي كلمة سمكة، انا عايزة اخليها اضيف ليها ياء الملكية، هقولها ازاي؟ هنحول التاء المربوطة لتاء مفتوحة ونضيف الياء هتبقى سمكتي. حولنا تاء المربوطة لمفتوحة وضفنا ياء الملكية. كلمة شجرة بقت شجرتي، حولنا تاء المربوطة لتاء مفتوحة وضفنا لها الياء. وكده نبقى اتعلمنا في الفيديو بتاع النهارده ياء الملكية وازاي نعرف لو هي ياء ملكية فعلا او لا، بان احنا اول حاجة نحذف الياء ونتأكد ان الكلمة سليمة. لو الكلمة سليمة تبقى ياء ملكية، لو خلت الكلمة تبقى مش ياء ملكية. تاني حاجة ياء الملكية لا تأتي في الافعال. اي كلمة اشك انها فيها ياء ملكية او لا لازم ابص الاول هل هي داخلة على فعل ولا على اسم. وياء الملكية لو دخلت او انا عايزة ادخلها على كلمة معرفة بالالف واللام لازم اشيل الاول الالف واللام. ولو دخلت على كلمة فيها تاء مربوطة لازم احولها الاول لتاء مفتوحة وبعدين اضيف ليها الياء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.